وهنا الفيديو ديالي كيكون وصل النهايه ديالو. نتمنى تعجبكم الوصفه اليوم، ولا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وايضا ما تنسوش تخليوا لي لايك وكومنتير زوين. اهلا وسهلا متتبعي قناه نورسين شانيل، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في وصفه جديده. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم كلاص بالشوكولاته كيجي رائع وبنين ومنعش. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو كلاص ديال الشوكولات كيف ما كتشوفوا ايديال، نصف لتر ديال الحليب. المهم نوضعوهم في الفريغو شي نص ساعه قبل ما نبداو نعدلوا لاكلاص ديالنا باش ينجح معنا. هنايا استعملت ساشي ديال فلون الشوكولاته، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، واحد دانيت ديال الفلون، وهنايا 2 دانيت ديال الشوكولاته، حتى هما يكونوا باردين نعملهم في الفريغو يعني نص ساعه قبل. هنايا استعملت شويه ديال اللوز مع بسكوي ديال الشوكولاته اللي غنعدلو في الخليط، وهنايا عاوتاني استعملت شويه ديال البسكوي ديال الشوكولاته ولا اي نوع ديال البسكوي بغيتو للتزيين، يعني كيبقى التزيين حسب يعني الاختيار. بالنسبه للطريقه كيف ما كتشوفوا وضعت هنايا الحليب من بعد ما قلت لكم خليته في الفريغو تقريبا نصف ساعه حتى يبرد مزيان كيف ما كتشوفوا، وضفت عليه كلاص ديال الشوكولات. وهنا ضفت السكر 2 معالق كبار، يعني السكر كيبقى على حساب الحلاوه، بغيتوه حلو زيدوا السكر. هنا ضفت دانيت ديال الفلون، وهنا ضفت ايضا هنايا الدانيت ديال الشوكولاته، ضفت 2 علب. وهنا ضفت فلون بنكهه الشوكولاته كيف ما كتشوفوا. وهنا بديت كنخلط المكونات مع بعضهم بالضرب الكهربائي حتى يتجانسوا مع بعضهم ونحصلوا على قوام كريمي. خليكم مع الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت داك البسكويت ديال الشوكولاته مع اللوز، يعني من بعد ما حصلت على هذا القوام كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وهنا كيكون هذا هو القوام ديال الكلاص. انا خليته خفيف شويه يعني ما تطربوش بزاف باش يجي كريمي. وهنا جبت المول اللي غادي نوضع فيه الخليط ديالي، يمكن لكم تستعملوا اي مول، انا هذا كان عندي يعني خاوي من الداخل غلفته بالسلوفه. وهنايا كنت وضعت فيه الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. هنا جبت هذا البسكويت ديال الشوكولاته اي نوع بغيتو، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه. صافي هنا ضفته لهذا الشكل هذا. وهنا جبت شويه ديال المكسرات وزينت به، يعني انا قلت لكم التزيين كيبقى على حساب الاختيار وعلى حسب الرغبه. صافي هذا هو كيكون الشكل ديال الكلاص. صافي من بعد كندخلو للفريكو ليله كامله حتى يجمد مزيان، وكنقدموه على هذا الشكل هذا. هذا هو كيكون الشكل النهائي ديال الكلاص. صراحه الله كيجي رائع، مذاق خطير ومنعش. ننصحكم تجربوه.
وهنا الفيديو ديالي كيكون وصل النهايه ديالو. نتمنى تعجبكم الوصفه اليوم، ولا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، وايضا ما تنسوش تخليوا لي لايك وكومونتير زوين.